قناه تربيه طيور مع الحواشي على اليوتيوب. اهلا وسهلا بكم. طبعا احنا جايين النهارده نقول لكم على سبب مهمه جدا باذن الله تحمي الفراخ اللي عندك او التربيه اللي عندك من الامراض، بالذات الامراض الفيروسيه. كمان او لا قدر الله لو حصل اصابه هتقلل نسبه الاصابه على قد ما نقدر، وهي سبب مهمه جدا. والسبب ديت هنبتدي نعملها من عمر 15 يوم لغايه عمر 30 يوم، وبعد كده بنوقف. طبعا احنا هنقول لكم على الجرعه بتاعتها وتتسقي قد ايه زي ما وعدنا كده. وهي السقوه زي ما انتم شايفين كده، هي سقوه اليود. اليود طبعا مطهر، وكل الناس عارفه ان هو اليود مطهر يعني، وهو مفيد جدا بالنسبه للدواجن في العمر اللي انا بتكلم فيه ده من 15 لغايه 30 يوم، لانه مفيد جدا. ليه؟ ان احنا عارفين ان الفيروسات او الامراض، الفيروسات يعني خلينا نقول الفيروسات بتبقى ضعيفه جدا، يعني لو في ميه بصابون ممكن تموته. وكمان اغلبيه الحاجات دي كلها ما بتخش للدواجن، بتخش لهم عن طريق الجهاز التنفسي يعني. فلما الفرخه هيحط منقاره في الميه اللي فيها اليود ده، لا قدر الله في فيروس او احتماليه الاصابه او في امراض باذن الله بتروح. طب ليه احنا بنحطها من عمر 15 يوم ل 30؟ لان ده بيبقى العمر يعني بدايه العمر الخطير بقى، لان بنحطها كل 3 ايام. اولا بنحطها سقوه كل 3 ايام، وده بيبقى العمر اللي بتبتدي بقى الامراض. عارفين بقى من عمر يوم لغايه عمر 20 لغايه 25 احتماليه الاصابه برضه بالفيروسات بتكون عاليه لغايه 28 يوم، بعد كده بتبتدي تقل. فاحنا بنحطها في الوقت ده، وبنحطها كل 3 ايام سقوه لمده 3 ساعات. فاحنا بنحطها قد ايه؟ سقوه لمده 3 ساعات يعني، او ساعتين حتى مش هتفرق برضه، يعني ساعتين، من ساعتين ل3 ساعات، بحيث ان هي بتنظف الدنيا، بتنشط الفراخ. لو في لا قدر الله احتماليه اصابه بامراض، في ناس بترش، عشان في ناس بترش في الجو تقول لك اكننا معقمين الجو، لكن لما بيتشرب بيكون افضل. يعني لو شربوه يكون افضل. زي ما قلنا الفرخ اول ما يحطوا منقاره في الميه، لو في احتماليه اصابه او لا قدر الله في فيروس دخل عليهم، مسافه ما هو حط بوزه او منقاره في الميه، كل الحاجات دي بتروح. طبعا اليود، في ناس تقول لك ان اليود مفيد للفراخ، مفيد، لكن اليود بالمجمل هو بيقتل البكتيريا النافعه والضاره، يعني النافعه والضاره اللي موجوده في الامعاء. فعشان كده احنا بنحطها السقوه من بعد ال 15 لغايه عمر 30، ما بنزودش عن كده. وبعد كده عشان خاطر بس يعني زي ما بيقولوا هي دي مشكلته الوحيده، ان هو بيقتل البكتيريا كلها سواء كانت نافعه او ضاره اللي بتبقى موجوده في الامعاء. فاحنا هنحط الثلاث ايام دول او كل 3 ايام سقوه، بتساعد ان هي لا قدر الله لو في اي احتماليه اصابه بامراض هو بيقضي عليها. طبعا احنا هنوريكم بقى طبعا دلوقتي الفراخ واحنا بنحط لها الميه يعني، او احنا كده بس بالصلاه على النبي كده، صلى الله الصلاه على النبي. طبعا احنا النهارده العمر بالصلاه على النبي كده عمر 11 يوم. صور الفراخ يا احمد. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. طبعا احنا بنحط في السقايات بتاعتنا، ممكن تحطه انت في الجردل بتاع الميه، خليك مع الفراخ، خليك مع الفراخ. ممكن تحطه في البرميل الخزان بتاعك السقوه وتعيرها لو انت عارف معيارها، او ممكن نحط في السقايات دي. لما تفضل نحط بالكوبايه اللي معانا زي دي كده، نعبيها بقى نحطها في السقايات، فيها سقوه ساعتين 3 وتفضل تزود، مفيش فيها اي مشكله خالص. وزي ما قلنا اليود مهم جدا في العمر ده، عشان خاطر العمر ده بيكون اخطر الاعمار، او بيبقى نسبه الاصابه فيه الامراض الفيروسيه اللهم عارفينها يعني بتبقى عاليه جدا. فانت بتحطها وبتساعد انت بتقلل نسب الاصابه بالحاجات ديت كلها. بالاضافه كمان ان هو بينشط الفراخ معاك وتظبط لهم الدنيا وتلاقي الفراخ شغاله كويس. وانت كده كده بتعوض بقى بتيجي في العمر الكبير بقى اللي هو من بعد 30 توقف، لان احنا قلنا مشكلته الوحيده ان هو بيقتل البكتيريا كلها سواء كانت نافعه او ضاره. يعني معروف ان الامعاء بيبقى فيها بكتيريا نافعه وبكتيريا ضاره، هو مش بيقتل ضاره. يعني انت لو حطيت اكتر من كده او كده، بالنسبه للجرعه بتاعته هي بتبقى نص سم على لتر الميه، يبقى نص سم على لتر ميه وتساوي 3 ساعات كل 3 ايام. هي دي الجرعه بتاعه اليود، وبنحطها من عمر ال 15 لغايه عمر ال 30، وباذن الله الدنيا تبقى تمام وسوا، مش فيها مشكله خالص، وتظبط الدنيا معاك وتشوف الدنيا ماشيه ازاي. وربنا يبارك لنا يعني في الخير اللي موجود ده، وربنا يلمنا على فلوس الناس. ولو عجبكم الفيديو هنعمل لايك وشير على الفيسبوك، وتابعونا على قناه تربيه طيور مع الحواشي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.